بيقولوا إن في مرآات مش بس بتعكس صورتك، لكن بتتذكر الأرواح اللي بصت فيها. في سنة 1923 عيلة غنية اشترت مراية قديمة من قصر مهجور في لندن. كانت جميلة جدا، إطارها فضي والزجاج صافي زي المية. لكن البايع قال لهم جملة غريبة: اوعوا تبصوا فيها في الضلمة. طبعا ضحكوا وعلقوها في ممر البيت. في نص الليل البنت الصغيرة صحيت على صوت همس جاي من ناحية المراية. قامت تبص وشافت نفسها جوه المراية بتبتسم. بس المشكلة إنها ما كانتش بتبتسم في الحقيقة. من اليوم ده حاجات غريبة بدأت تحصل. الحاجات في البيت بتتحرك لوحدها، ظلال بتعدي على الحيطان، وكل واحد يعدي قدام المراية يحلف إنه شاف وش تاني وراه. بعد أسبوع الأب قرر يتخلص من المراية. رماها في النار، بس المراية ما تشرختش حتى. العكس، الدخان ملى الأوضة وظهرت كلمات على الزجاج بتتكتب لوحدها: انت بصيت، دلوقتي انت ملكنا. تاني يوم الصبح العيلة كلها اختفت. ما فضلش في البيت غير المراية صافية ولمعة، لكن اللي بص فيها شاف 5 ظلال واقفين جواها بيبصوا عليه في صمت، أو بيستنوا ضحايا جداد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد، وقول لنا تحب تعرف ايه في الحلقات الجاية. سلام.